يا اهلا وسهلا، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. طبعا انا الفلوج ده كنت محضره له بطريقه تانية خالص. اول ما سمعت ان في عاصفه ثلجيه هتيجي على تكساس فانا اتحمست والناس كلها اتحمست. كنا بقى متخيلين ان احنا يعني بقى هتلاقي تلج والناس تبتدي تطلع بره البيوت تعمل سنومان وبتاع. بس اللي حصل كان غير كده خالص. الكهرباء قطعت، وفي ناس الكهرباء والميه كمان عندهم قطعوا، والوضع كان مأساوي جدا، لدرجة ان ناس كتير ابتدت تتصل على الاوتيلات عشان تشيك تشوف الاوتيل ده فيه مية ونور ولا لأ. ويعني كان في جروبات اللي هي الاحياء، كل حي له جروب مثلا مع بعض يقول اوتيل كذا فيه مية ونور اللي عايز يحجز. فالناس ابتدت تتصل تحجز. يعني انا اتصلت على كذا مكان لقيته فول بوكد، وفي ناس يعني اوتيلات ما بقتش ترد كمان. وطبعا في اوتيلات اصلا المية والنور فيها كانوا قاطعين عادي زيهم زي اي حاجة. فاحنا كملنا اليومين كاملين من غير نور، درجة حرارة تحت -17. الولاد كانوا هيتجمدوا واحنا تعبنا، يعني تعبنا حرفيا، جسمنا بقى مش قادر. يعني بقيت اقول الناس اللي قاعدين بقى مش في بيت كمان دول بيبقوا عاملين ازاي. يعني احنا قاعدين في بيوت وتعبانين جدا ومش قادرين، وكلنا متكومين في اوضه واحده علشان يبقى فيه مجرد دفى. طبعا الولايات المتعودة على الكلام ده، اللي هي فيها شتاء دايما وتلج دايما، ما عندهمش الكلام ده خالص. المية والنور موجودين ومفيش اي مشاكل، لان البنية الاساسية بتكون مؤهلة للكلام ده. ولكن عندنا طبعا مش متعودين على الكلام ده، البنية الاساسية اضعف بكتير. فالمواسير ابتدت تبوظ بتاعة المية، ومية تضرب والكهرباء تفرقع، وحاجات كتير حصلت حوادث. يعني من ساعة ما يعني بلغوا من ان في عاصفة جاية وان الناس تعمل حسابها تقعد حوالي اسبوع مش هتعرف تخرج وكده، الناس ابتدت تخرج تجيب الاكل والشرب بتاعها. كلنا جبنا حاجات تكفينا حوالي اسبوع من غير خروج، لان التلج بيمنع الناس انها تقدر تخرج، وحوادث بقى العربيات والحاجات دي. فكله جهز نفسه يعني، وكله كان مستعد وفرحان بقى في تلج جاي بقى والناس هتلعب وكده. فاللي حصل طبعا كان غير كده. لما النور قطع بعد اول 4 ساعات بالظبط من التلج ما نزل، النور قطع، فضل ليلة كاملة قاطع. الناس افتكرت انه هيجي الصبح او انهم بيبدلوا حمولات كهرباء وكده، لكن لا، فضل مكمل وقاطع. طبعا حتى الاكل اللي كانت الناس حطاه في الثلاجات والفريزر وكده ابتدى كمان بيبوظ. يعني انت مجهزه نفسك انك هتقعدي اسبوع، شايفين المنظر ده الاكل بتاعي طلعته حطيته في التلج بره قدام البيت، عشان قدام البيت التلج يعني اكتر من الفريزر ذات نفسه، والفريزر الكهرباء فيه قطع. ففي ناس اصلا ما بقاش يعني ما فكرتش في الموضوع ده. ففي ناس الاكل عندهم باظ اللي هم كانوا جايبينه اصلا عشان يقعدوا بيه الاسبوع. في ناس بدات تتصل على الجروبات دي تقول اللي محتاج اكل كذا ياخده، لان هيبوظ عندي خلاص وانا مش هستفيد بيه، فلو حد محتاج. وكان يعني شويه كده، يعني كتر خير ناس كتير ساعدت ناس كمان. مش عايزه ابان بتفلسف، بس بجد وقت الشتاء باكتر وقت بحس فيه ان احنا المفروض نقدر نعم ربنا علينا ونحمد ربنا على الواحد فيه. يعني انا من حتى قبل الموضوع ده، والله مش بسبب الموضوع ده، اكتر حاجه بتضايقني في حياتي وبتعكنن لما بشوف الناس في الشتاء ما عندهاش بيوت او ما فيش سقف يحميها، وان الواحد الحمد لله رب العالمين قاعد في بيته معزز مكرم. ودي في حد ذاتها نعمه، يعني احنا نفسنا بننساها كده مع الوقت. فبس قلت افضفض معكم شويه. طبعا اللي متابعني على انستجرام شاف الريل دي. حتى بعد اول نزوله من يعني التلج لسه موجود بس الناس قدرت تنزل، الكهرباء رجعت، مفيش حاجه في السوبر ماركت الناس نزلت، كان الاكل عندها باظ، خلصوا كل الحاجات اللي في السوبر ماركت. انا بقى جه ايه في بالي، كان عندي جبنه فته وعندي طماطم هتبوظ برضو. فقررت اعمل المكرونه بتاعه التيك توك اللي هي الفته باستا دي. سهلة قوي، بتجيبي طماطم وفصين 3 توم على حسب، والجبنة الفتة اللي انت عايزاها، وتحطي عليهم زيت زيتون، دخليهم الفرن. اول ما يطلعوا تهرسيهم مع بعض، وتحطي المكرونة بتاعتك، اي نوع مكرونة انت عايزاه. طعمها كان شغال، يعني مش احلى حاجة ومش اوحش حاجة، بس عموما لو هتجربوها ما تحطوش جبنة فتة كتير. يعني حاولوا تقللوا الكميات اللي بتشوفوها في الصور شوية، لاني لاحظت ان الكمية اللي انا حطيتها دي كتير على كيس مكرونة، كتير قوي. يعني ممكن لو كانت نص الكمية كانت تبقى اظرف.
اول حاجه كانت عايزه تنظف هي التلاجة طبعا، فخليني اوريكم. ده منظف طبيعي انا بعمله عشان لو هنظف التلاجة من جوه كمان عشان الاكل اللي فيها. ده خل ومعاه القشر بتاع البرتقان. لو انتوا بتكرهوا يعني ريحه الخل، قشر البرتقان معاه بيديله ريحه كويسه، وكمان بيديله يعني قوه تنظيفيه اكتر يعني. طبعا انا حطاهم في برطمان مش هستخدمه تاني، هرميه بعد ما افضي الكلام ده. لكن انتي يعني تقدري تعملي اي حاجه، بس انا بحب ما اغسلش البرطمانات اللي بعمل فيها كده، بروح واخده حاجه قديمه وارميها. ده البخاخ اللي انا هستخدمه، بستخدم الموضوع ده مع التلاجة بالذات لانه منظف قوي وطبيعي ممتاز جدا. لكن لو عندك رخام او كده بلاش المنظف ده، لان الرخام بيبوظ من الخل، بيخليه كده يخرم كده. فده حاجة كويسة مع التلاجة. بس بتحطيه في دولاب ضلمة، دولاب مطبخ ضلمة لمدة اسبوع تقدري تستخدميه. ممكن تحطيه اكتر كمان، انا حطها حوالي اسبوعين. دي اول نزولة ليا بعد الحبسة في البيت يا جماعة. الدنيا تلج، فريزر. تعالوا معايا. شطبنا قفلنا بابنا علقنا عزبنا، والله خلي بقى اللي بيتسلى بعد يوم غيري يروح يتسلى. انا شفت كتير بعينيا وفعلا تحت ايديا دلة. يلا السكه اللي تودي، يلا يلا يلا. ولا تبكي في حزنها ياللي انت محتار في الحياة، مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال. ده الحاجات اللي انا جبتها دلوقتي كمان. مع انا كان الشاور جيل بتاعي خلص، فجبت ده اول مره استخدمه. بعد ما استخدمه هقول لكم كان حلو ولا وحش، وان شاء الله في فيديو هقول لكم احسن المنتجات اللي انا استخدمتها اخر شهرين. الشاور جيل، الشامبو، كل حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل، فهيكون فيديو انا اعتقد ان هو هيفيدكم جدا. ده شامبو انا اول مره اجيبه، وهعمل فيديو مخصوص عن الشامبوهات الغالية اللي انا جبتها وقد ايه بوظت شعري. في حاجات كانت واخدة صيت رهيب، انا جربتها ودفعت يعني مبالغ كبيرة على الفاضي. انا مش حابة بصراحة اي حد يحصل معاه نفس التجربة، بس عموما ده عمري ما استخدمته قبل كده، فخليني استخدمه واقول لكم ايه نظامه. وده مزيل عرق بس رجالي، ده مش ليا. وجبت ده شاي علشان اللي يساعدك على النوم، بيبقى معظمه حاجات اورجانيك. وانا اصلا بستخدم، انا بحب اجيب البابونينج والحاجات دي اورجانيك كزهور يعني واعملها شاي. بس خليني اجرب ده. في ناس كتير شكرت في الماركة دي وقالوا ان هو يعني بيساعد كده على تظبيط النوم. له فليفرز كتير او عفوا نكهات كتير، بس خليني اشوف هيعمل ايه برضو، هيفرق ولا اي كلام، واقول لكم تجربتي معاه ايه. بس دول الحاجات المهمة اللي انا جبتها النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله قريب هعمل لكم الفيديو اللي انا بتكلم عليه ده، اللي هو فيه المنتجات اخر شهرين اللي كانت كويسة جدا وجابت نتيجة معايا، واللي كانت برضو وحشة وما جابتش اي نتيجة معايا على الرغم من الدعاية اللي كانت مكسرة الدنيا في كل حاجة. وحاليا هقعد اسمع فيلم، غالبا هختار الفيلم ده. انا كنت سامع الجزء الاول والجزء التاني اللي هو To All the Boys That I Have Met. وبس كده الفلوج يكون خلص، واشوفكم على خير الفلوج الجاي قريبا جدا ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو لسه مشتركتوش في القناة، وسلام.